صباح الفل على الجميع. والنهارده في حاجة حصلت او امبارح بالليل، من كام يوم. كانت هبة ترك مرات شيكا الله يرحمه طلعت قالت في برنامج من البرامج ان عمر المحبة كان ليه دور في شقة اشتروها واخدوها. وانا بصراحة عمر المحبة ده انا بشفق عليه جدا، لان كل مصيبه بتحصل في التيك توك او ليها علاقه بابراهيم شيكا او ليها علاقه باي حد بيجيبوا سيرته مستقصدينه. شكلهم مستقصدينه. لكن الراجل امبارح طلع وقال ونفى الكلام ده كله وقال انا ما اعرفش ان ما اعرفش هبه تركي ديت خالص، ولا ليا تعامل معاها. انا كل اللي عملته ان انا اتبرعت بمبلغ معين او بأسد اعتقد لابراهيم شيكا على التيك توك، وملوش اي تعامل مع ابراهيم شيكا خارج التيك توك. طيب هي ليه هبة ترك ذكرت اسم عمر المحبة؟ وعايز اقول لكم في فيديو كمان هنزله لكم دلوقتي ان ابراهيم شيكا بيشكر عمر المحبة على التيك توك على الدعم اللي هو دعمه له. فالراجل اللي اسمه عمر المحبة الشخص دوت اعتقد ان هو مش اعتقد، يعني محطوط اسمه في حاجات ملوش دعوة بيها خالص، ملوش علاقة بيها خالص، بيتحط باسمه معرفش ليه. بس ده ابتلاء من ربنا يا عمر المحبة. ده ابتلاء واصبر، وممكن ما تردش على اي حد طالما يعني الامور ابتدت تسخم اكتر من اللزوم. عمر المحبة بجد اسم على مسمى. حابب اشكره قدام الناس بجد على كل ما بيخش لي بيدعمني وواقف جنبي، وبجد ربنا يحميك ويبارك في اولادك وفي والدتك وفي اسرتك يا حبيبي. حابب اشكرك بجد، انسان محترم جدا، ما بتبخلش على حد في حاجة. ربنا يزيدك من فضله ويبارك في عمرك يا حبيبي ويديك الصحة والعافية اللهم امين. وانا بجد انا حبيتك ونفسي اشوفك على المستوى الشخصي ان شاء الله في اقرب وقت، وربنا يزيدك يا حبيبي، ربنا يسعدك اللهم امين يا رب العالمين. كرامتكم مرفوعة ومحفوظة، لانه كرامتي انا شخصيا بكرامة المصريين، فحيضل راسكم مرفوع باذن الله، لانه احنا مرفوع فيكم بس